بعد ما سميتو انا غادي نقي دابا كل حاجه بوحديتها كما شفتوا معايا. عليكم الاخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم حتى خير كيف العاده على بركه الله. هنا كما شفتوا بعد ما فقت الصباح اخوتي دابا غادي نقي الجنجلان ديالي، وعندي هنا النافع وعندي الجنجلان بلدي والرومي، وعندي هنا اللوز كما راكم تشوفوا معايا، عندي كيلو ونص، وعندي هنا القرفه غنيه على التعريف، وعندي اللوز كاوكاو، عفوا سمحوا لي، كاوكاو رقيق. دابا غادي نتوصل بالكاوكاو الخليط، يعني يلا غادي يوصلني دابا. وعندي هنا حبه حلاوه، عندي النافع كما شفتوا معايا. هادشي كلشي غادي نقيه اخوتي، وعندي سكر كلاصي راكم عارفين، وهذا الشيء اللي كاين هنا غادي سميتو. وعندي هنا واحد الكوزه اللي غادي نستعمل هنا كما شفتوا معايا اخوتي. دابا من بعد ما غادي نقي هذا الشيء ان شاء الله، وغادي نمشي معكم دقه دقه ان شاء الله تشوفوا السليلو ديالي كيفاش كيجي. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ديال اليوم ان شاء الله، وبقاو مع الفيديو ان شاء الله ما تمشيو فيه. كما شفتوا معايا ها كنحاول نحرك هذا الجنجلان هذا كما شفتوا معايا، لانه درتو فوق سميتو، درتو في هنا في الفران. وكما شفتوا معايا غادي نسد عليه معايا من بعد ما صوبت النافع ديالي حمرته. وهنا حمرت الجنجلان عفوا الجنجلان كما شفتوا معايا يتحمر شويه حتى هو، لانه الا زوين في سميتو في سلو. وهادشي اللي شفتوا عندي واحد الكميه ديال اللوز، ما درتوش كامل، درت غير واحد الكميه، درت فيها شويه ديال ما الزهر والحامض. هاد سميتو غادي نخليه حتى يتسلق مزيان، وغادي نمسحو نشفو مزيان، عاد نوجدو معكم ان شاء الله باش نقليوه وانتم معايا. شفتوا معايا اللوز كاوكاو من بعد ما حمرت هذا الرقيق هذا كما شفتوا معايا. عندي هنا اللوز محمر في الفران، كنرشو بشويه تاع الماء صراحه تحمر مزيان. وهنا كما شفتوا عندي الجنجلان، عندي كاوكاو من بعد ما درت له الماء الزهر وشويه ديال الحامض وسلقته. عندي هنا اللوز نفس الطريقه، شويه الحامض وشويه ديال الماء الزهر وسلقته، وغادي نديرهم دابا في الشمس في واحد الطبسيل باش ينشفوا ليا مزيان. عاد غادي نقليه هاد سميتو بجوج. وهنا كما شفتوا عندي الجنجان البلدي، عندي كاوكاو من بعد ما حمرته حتى هو شفتوا. غادي نحاول نقرب لكم شفتوا. وهنا كما شفتوا معايا عندي اللان، عندي الكوزه، عندي النافع، وهذا الشيء اللي كاين. عندي هنا حبه حلاوه والمسكه حره. وهنا كما شفتوا من بعد ما غادي نطحن هادشي كلشي ونشف هادو في الشمس باش نقليهم ان شاء الله. غادي نرجع معكم ان شاء الله من بعد ما نطحن هادشي. يلا بقاو معايا. بعد ما رجعت معكم بعد ما بردت ليا شويه الزبده ديالي اخوتي، ووجد ليا اللوز. هنا كما شفتوا الكوزه ما غاديش نحكها كامله اخوتي. وهنا عندي العسل، الصراحه عسل ليا زوينه. هنا كما شفتوا عندي زيت العود، يعني هادشي اللي غادي نخلط به انا هاد السليلو هذا. هنا كما شفتوا معايا راه مشيت اخوتي درت شويه ديال الرياضه وجيت وعييت الصراحه قلت بلاتي. هنا كما شفتوا عندي شويه ديال القرفه هنايا وكانت قليله لان درت بها شباكي وداكشي، وعاودت شويه قلت لا احتاجيتها غنديرها ولا ما احتاجيتهاش ما غنديرهاش. هنا كما شفتوا دابا اخوتي عندي هنا حبه حلاوه والنافع عفوا، يعني هادشي كامل اخوتي. وعندي اللان، هادشي كامل اللي شفتوا دابا غادي كلشي
وهنا كما شفتوا كل حاجه عندي اللوز، كاوكاو، الجنجلان عندي 2 مرات، وعندي كاوكاو واللوز كما راكم تشوفوا معايا. وهنا كما شفتوا يعني اي حاجه طحنتها مزيان. وصراحه كما شفتوا معايا هنا كما شفتوا عندي سكر كلاص، اسمحوا لي. وغادي ندير الدقيق من بعد ما حمرته خوتي مزيان، لان الدقيق كنعبرو كنقيسو بالزيت، كندير واحد شويه في الزلافه وكنشوف اللون ديالو. هنا كما شفتوا من بعد ما غادي نخلط هاد المكونات هادو كاملين. هنا خديت الدقيق اللي حمرت وغادي نضيف فيه هنا كما شفتوا عندي كاس ديال الخلاط الكهربائي، غنضيف فيه كل حاجه كما شفتوا معايا. غندير كل حاجه فيها شويه شويه شويه، وغادي نديرو على شكل بحال املو. صراحه كيجي واحد النكهه فيه اللي رائعه وجميله ويستحق التجربه خوتي. كنحاول كنشوف الكاميرا كنقول واش الفيديو كيبان ولا ما كيبانش مزيان. هنا كما شفتوا غادي نضيف عليه شويه ديال الزيت وغادي نخليه يطحن ليا على شكل املو، وغادي نخلط به هذا السليلو هذا. صراحه كيستحق التجربه والله خوتي، كيجي زوين صراحه، وكلشي صحي ماشي شي حاجه اللي سميتو. هنا كما شفتوا من بعد ما سميتو غادي نضيف شويه ديال الزيت البلديه وغادي نطحن هذا الخليط هذا. وانتم معايا، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم. وهنا كما شفتوا من بعد ما كنطحن اخوتي حيت كان الصداع ديال الماكينه، حاولت دابا حيت تصوب داكشي علاش راكم عارفين الصداع ديال الماكينه. دابا هنا راه كنحاول كنخليه كما كتشوفوا معايا في الصوره، كنحاول نخليه يتطحن هذاك العناصر كلها باش كتعطيه واحد اللذه في هذاك السليلو، يعني كتطلق واحد النكهه فيه اللي هي رائعه. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هنا كما شفتوا الصراحه كنحاول نوريكم راه كيجي بحال الشكل ديال املو تماما، وحتى السليلو ديالكم كيجي رائع اكثر. وهادشي اللي كاين اخوتي، شاركت معكم الطريقه ديالي وكلشي كما تنقولوا مع البساطه مع اختكم ملك. هادشي اللي كاين. هنا كما شفتوا معايا من بعد ما خلطت اخوتي، لان هكا اللي كندير انا في هذا املو بحال هكا، يعني هذا سليلو هذا كنديرو على شكل بحال هكا، كندير واحد الكميه اللي كتكون بحال املو صراحه، هو باش كيعاونني حتى في الخلطه ديال السلو. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، كل واحد كيفاش كيخدم وكل واحد له الاختيار. انا شاركت معكم فقط الطريقه ديالي المعتمده عليها في البيت، وهادشي اللي كاين. نتمنى يعجبكم الفيديو. وهادشي اللي كاين هنا كما قلت ما فيش شي حاجه اللي هي فيه مكونات اللي هما بزاف ولا هذه صراحه، اللي هما حوايج اللي هما بساط وكما تنقولوا لي ما كيتكلفوش عليك سليلو بواحد الثمن اللي هو سميتو، وكاين في نفس الوقت كيجي لذيذ. وهادشي اللي كاين. هنا كما شفتوا من بعد ما خلطت هذاك سميتو، هنا كما شفتوا عندي اللوز. هذا اللوز هذا خوتي اشنو اللي غادي ندير له دابا من بعد ما طحنت الكميه اللي غادي غنطحن واحد الكميه، والكميه الاخرى كما شفتوا غادي نخليها، غادي نمسحها مزيان وغادي نهرمشها باش تكون لي في سليلو. هادشي اللي كاين، لانه درت واحد الكميه اللي غادي نطحن مع هذا سميتو مع هذا سليلو، وكاين اللي غادي نهرمش باش كيبقى سليلو فيه دوك الحبيبات ديال اللوز صراحه وكاوكاو. انا كل حاجه درت فيها شويه 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 باش كتعطي واحد سميتو. وهادشي اللي كاين. هنا كما شفتوا معايا راه بحال هكا اللي كندير اخوتي انا في سميتو. نتمنى الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وكما تنقول دائما اللايكات ديالكم هما اللي كيخلوا الفيديو محفز اخوتي باش يطلع، ولا كنستحقوا طبعا كما تنقولوا دائما ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. وهادشي كان هنا كما شفتوا خوتي من بعد ما خوت داك الخليط اللي درت فيه جميع ديال سميتو. هنا دابا عاد غادي نرمي ديك الكميه اللي بقات عندي ديال الكاوكاو ديال اللوز وديال سميتو، لان طحنتهم مزيان كما راكم تشوفوا معايا باش كيجي معلق صراحه وكيجي رائع. وبالنسبه للوز كما قلت لكم اخوتي غادي نخلي واحد الكميه من بعد ما قليته، كميه خليتها محمره وطحنتها، وكميه ديال اللوز وكاوكاو خليتها غادي قليتها عفوا، وكميه اخرى غادي ندير شويه ديال اللوز وشويه ديال الكاوكاو غنخليه نشفو مزيان من داك الزيت وغادي نهرمشو. وهادشي اللي كاين. هنا كنحاول انني نوريكم صراحه شفتوا كيفاش كيجي خوتي. ودابا غادي باش نقول لكم يعني نخلطوا مزيان وندخلوا مع بعضياتهم مع داك الدقيق اللي درت
وهذا الشيء اللي كاين هنا. كيما شفتوا معايا هاد الكميه ديال اللوز وكاوكاو اللي حيت من بعد ما غادي نشفها مزيان دابا، وغادي نخليها حتى نسج هذاك الخليط ديال سليلو، عاد نرجع ليه باش نهرمشو ونضيفو معاه. وهذا الشيء اللي كاين هنا. كيما شفتوا الكميه الاخرى غادي نضيفها كيما راكم تشوفوا. من بعد ما سطرات من الزيت وهذا غادي نخليها على قوطله اكبر. غادي نضيفها في هذا الكاس هذا بحال هكا يا خوتي. غنضيفها كامله باش حتى هي تعطيني واحد سميتو، باش تطلق ليا واحد الماده ديال هاد اللوز هذا مع كاوكاو. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. هذا تا هو غادي كيما قلت باش علاش كنطحنوه اخوتي، باش تعطي واحد الماده زوينه في سليلو. وهذا الشيء اللي كاين صراحه كيستحق التجربه كما تنقول دائما. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وصراحه الله يجيب الصحه والسلامه، والله يجيب رمضان على خير يا ربي علينا وعلى جميع المسلمين يا ربي، ويعوش لكم مبروكه كما كنقولوا دائما. هذا الشيء اللي كاين هنا. غنطحنوا ونرجع معكم. هنا كما شفتوا راه خليته كيتطحن يعني باش كيتعلق ليا، يعني هاد الكميه اللي طحنت دابا يعني باش غادي نضيفها على داك الخليط، لان كما شفتوا كندير داك السليلو كيجي معلق بصراحه. وهنا كما شفتوا راه حاولت كنطحن مزيان. شفتوا انني ما ضفتش ليه شي حاجه، خليته باش كيتهرمش بوحدو تيطلق داك الزيت ديالو سميتو. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي كما تنقولوا اللي كنديروا غدا الله يجيب الصحه والسلامه. وهذا الشيء اللي كاين صراحه سليلو كيستحق تجربه يعني. كما تنقولوا غير كميه شويه راه كيعطي واحد سميتو، يعني شويه 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 راه نخرجوا منه يعني بزاف تاع الحوايج. هنا كيما شفتوا معايا خوتي. دابا غادي نحاول نخلط هذا سميتو كيما راكم تشوفوا معايا. هنا كيما شفتوا معايا انا كندير القياس اخوتي صراحه. هنا كيما شفتوا عندي القرفه، ضفت القرفه. وهنايا كيما شفتوا غادي نضيف حبه حلاوه. كتعرفوا حبه حلاوه هي كتعطي واحد المنافع زوينه في هذا السليلو هذا. وغادي نضيف النافع من بعد ما كلشي وجد وطحن اخوتي. هادشي اللي كاين. كل واحد راه كيدير حسب سميتو، حسب الذوق ديالو، حسب الحاجه شنو اللي بغى فيها كثيره ولا قليله. هادشي اللي كاين هنا. كما شفتوا اخوتي من بعد ما سميتو غادي ندير شويه تيلان حتى هو غادي نضيفو في هاد سميتو في هاد الخلطه هادي. وهذا الشيء اللي كاين صراحه كتعرفوا سليلو كيشد شويه اليد حتى هو، ولكن كما تنقولوا ضروري في رمضان. واخا بعض الاحيان ما كناكلوش كاع وما كنوصلوش، ولكن ضروري لان وقته هذه ضروري نستعملوه ونحطوه كطبق من الطبق ديال رمضان. هنا كما شفتوا درت سكر كلاصي صراحه. درت هذه الكميه فقط، ما بقيتش غنزيد حتى حاجه. هنا كما شفتوا معايا عندي شويه ديال الجنجلان حتى هو مهرمش مع شويه تاع اللوز اللي كنت خليته محمر يعني شويه شويه. هنا غادي نضيف حتى داك سميتو ديك الزبده اللي بقى فيها واحد شويه، وغنضيف شويه تاع العسل حتى هو صراحه. وهنا كيما شفتوا راه غادي نحك هذيك الكوزه خوتي. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ديال اليوم. بالنسبه للدقيق اخوتي انا حمرت القمح اللي بغيت نقول يعني حمرت شويه ديال القمح وشويه ديال الدقيق ديال سميتو دقيق ديال دقيق يعني من النوع اللي بغيتو. يعني انا درت ديال سميتو ديال الفورس يعني شويه، يعني القمح اللي درت انا فيه بزاف صراحه. وهادشي اللي كاين هنا كيما شفتوا. هادشي اللي كاين اخوتي هنا كيما شفتوا معايا الصراحه كيجي رائع وكيستحق التجربه. هادشي اللي كاين هنا كيما شفتوا. نتمنى يعجبكم، وكما كنقول راه ما كنتزادوش معلمين. هادشي اللي كاين اخوتي. هنا كيما شفتوا غادي نضيف الدقيق الزيت عفوا، وعاد غادي ندير السوائل كامله اللي كتشوفوا معايا دابا. وغادي ننزل صراحه نحط هاد البانيو ديالي تحت اخوتي باش هاد المكونات كامله تدخل في بعضياتها. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. انا شاركت معكم فقط كما راكم تشوفوا معايا غير الطريقه اللي كان سميتو كيفاش كندير له، لان خصو يدخلوا هذوك العناصر بعضياتهم اخوتي. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى
شفتوا معايا خوتي صراحه من بعد ما وجدتو كيجي يعني شارب كيما شفتوا معايا. انا نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى ان الاعجاب ديالكم. الصراحه كيما شفتوا خليته باش يشرب اكثر فاكثر. نهايه الفيديو كنقول لكم بالصحه والراحه، الى فيديو اخر ان شاء الله.